الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. بصوا بقى، اهلنا في دبي حبايبنا واخواتنا ونتمنى لهم كل خير. بس لما غرفة دبي تعلن ان ثالث اكبر جنسية انشاء للشركات في دبي هي المصريين بواقع 2355 شركة مسجلة في الغرفة، يبقى احنا لازم ناخد الموضوع ده بتركيز حبتين. هو اكيد لما احنا نقول ان احنا بنحاول نجذب استثمارات لمصر، ده مش معناه ان احنا بنطرد الاستثمارات المصرية اللي جوه البلد لبره. اكيد طبعا احنا عايزين مستثمرين مصريين يطلعوا بره مصر ويروحوا الخليج ويروحوا كل حتة في العالم ويعملوا شركات ويكسبوا ويجيبوا دولارات لمصر. بس كده العدد في الليمون، واكيد في زيهم في السعودية وفي قطر. سيبكوا بقى من البكاء على الاطلال، واحنا كنا اوائل العرب في الصناعة وفي الزراعة والكلام ده كله، علشان الواقع بيقول ان اهلنا في الخليج عندهم بيئة جاذبة للاستثمار قوية جدا واكتر من عندنا. احنا ما زلنا بنعتمد على العضلة الاكبر عندنا اللي هي عدد الناس الكتير. فاي حد هيعمل عندنا بيزنس هو بيبيع منتجه او خدمته لعدد ضخم من البني ادمين، واكيد تكلفة الانتاج عندنا هتبقى اقل من اي حتة تانية. ولكن خروج مستثمرين بالعدد ده للخليج علشان يعملوا شركاتهم، ده معناه ان هم بيواجهوا صعوبات كبيرة جدا في النظام عندنا في مصر. يبقى بلاش بقى نخترع العجلة علشان الناس بتطير خلاص، ونشوف هم عملوا ايه ونحط خطة نلتزم بيها توصلنا على الأقل لنفس النتائج، بس نلتزم بيها. بمعنى إن اتغيرت وزارات، جت وشوش جديدة، هيها نفس الخطة شغالين عليها علشان نوصل للمستهدف بتاعنا. المستهدف بتاعنا لازم يبقى إن احنا نرفع جاذبية الاستثمار في مصر. والاستثمار هنا بمعنى حد يجي يعمل شركة، مش يشتري بس شركات عندنا. لازم يبقى في ده وفي ده، وجاذبية الاستثمار دي لازم تبقى للاتنين، سواء للمصريين أو للعرب والأجانب.